السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. جلسة عتاب تنتظر نجوم الأهلي في التتش غدا. يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه على هامش مرانهم الأول غدا السبت على استاد مختار التتش للحديث عن أخطاء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والتي خسرها المارد الأحمر بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويخضع مارسيل كولر لاعبيه غدا لقياسات وزن بعد انتهاء فترة الراحة وقبل بداية الحصة التدريبية الأولى، ويأتي قرار كولر بالتنسيق مع جهازه المعاون بإجراء قياسات وزن للاعبين قبل بداية المران لمراقبة الحالة البدنية لكل لاعب بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلوا عليها خسارة السوبر الأفريقي. واستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا في 8 مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد في الإمارات بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي. وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب. أما الزمالك حصل على البطاقة الذهبية. وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعدادا لمباراتي نصف النهائي. ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية استعدادا لهذه البطولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.